عمري ما كنت متخيله ان انا يوم ما اكل زبده او صفار البيض اللي انا بشيله اساسا من بياض البيض، او ان انا اكل سمنه، او ان انا اكل لحمه مثلا ملبسه، او ان انا اكل حاجات فيها دهون كتير، ان انا ممكن اقدر اخس في الوزن. ومش اي وزن، لا ده انت بتخسي وزن دهون. مش عارفه، يلا بينا نشوف الحلقه عن ايه. مساء الخير متابعيني، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات كابتن سما هيلث لايف اند فود. النهارده هتكلم عن الكيتو، رجيم الكيتو او ما يسمى بالكيتوجينيك دايت. طبعا انا سما الشربيني. لو اول مره تشوفوني او تتابعوني اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان حلقاتي ما تفوتكوش. ايه هو رجيم الكيتو او الكيتوجينيك دايت؟ في النظام ده القاعده الاساسيه له هو انك تاكلي دهون علشان تتخلصي من الدهون. بمعنى ان نظام الكيتوجينيك دايت هو عبارة عن نظام عالي جدا في الدهون، متوسط في البروتين، ومنخفض جدا في الكربوهيدرات. ازاي ده؟ يعني احنا هناكل الدهون ايوه، هو النظام ده بيعتمد على كده، بحيث ان انت لما تدخلي لجسمك دهون اكتر من النشويات، الجسم في المرحلة دي بياخد من مصدر الدهون. الحرق عندك بيشتغل من مصدر الدهون المخزنة، لان بشكل طبيعي هو كان بياخد الاول من الكربوهيدرات والجلوكوز اللي في جسمنا. الكيتو ده يعني ايه اساسا، او الكيتو ده في جسمنا هو ايه؟ الكيتو عبارة عن جزيئات صغيرة جدا جدا بتنتج في الكبد. لما بنستخدم الكيتو ده او بنمشي على النظام ده، الجسم بيستهدف الدهون اللي موجودة كلها في جسمنا كلها، وبيقوم بعملية الحرق والتخلص منها. النظام ده مين اللي يعمله؟ مش كل الناس تعمله، يعني ممكن تستشيروا الطبيب. الناس اللي عندها السكر، في دراسات بتقول ان مريض السكر حلو له، بس انا عشان كان عندي سكر قبل كده، فطبيعي لما كنت تاخدي حبوب او انسولين كان الواحد بيحس ان هو جعان ولازم يلجأ ان هو ياكل حاجات فيها كربوهيدرات عاليه. فبالنسبه لمريض السكر لازم يستشير الطبيب. وكمان بالنسبه لمريض الضغط، ينفع مع الست اللي بترضع، ايوه ينفع مع الست اللي بترضع، وبرده تستشير الطبيب الخاص والمختص بالموضوع ده. وطبعا المرأة الحامل بلاش، يعني عشان الطفل بيبقى عايز كل حاجة من الجسم. زي ما قلت، لما بنبدأ في النظام ده جسمنا بياخد مخزون الطاقة بتاعته من الدهون المتراكمة. يعني ايه؟ بمعنى بسيط ان انت لما بتبدأي في النظام ده واول اسبوع او اول 10 ايام فيه، كل اللي بيحصل لجسمك ان هو بينزل كل المية اللي في جسمك، كل الجلوكوز او الكربوهيدرات اللي كانت في جسمك، اللي موجوده في العضلات واللي موجوده في الدهون اللي موجوده في جسمك كله، الميه بتتخلص منها. علشان كده في الرجيم ده لازم ناخد كميه ملح في الاكل تكون حلوه جدا، لان بيحصل عندنا نقص في الصوديوم، فطبيعي هتحس بالعطش بطريقه صعبه جدا. الكيتو بالنسبه لي انا في منه نوعين. النوع الاساسي وهو نسبه الكربوهيدرات مخفضه جدا، من 20 ل 30 جرام في اليوم. ايه ده؟ يعني احنا مش هناكل؟ ايوه مش هناكل خالص اي نوع من النشويات غير الخضروات الورقيه اللي فيها الياف وفيها فيتامينات ومعادن. مسموح ان احنا ناخد كوسه، مسموح ان احنا ناخد خيار بنسبه بسيطه جدا. الخضار الاساسي والمعتمد في النظام ده وهو البروكلي، القرنبيط برضو طبعا مش بكميه قليله. يعني هيبقى نظام مقيد، انت هتبقى مقيده فيه جدا جدا، ولازم تحسبي بالسعرات. في طبعا برامج على السوق بلاي بتتكلمك او بتعرفك ازاي تمشي على النظام ده. النوع الثاني وهو المستهدف، وهو ان انت تاخدي كميه الكربوهيدرات بتاعتك اللي موجوده في اليوم بتاعتك قبل او بعد التمارين. ده بالنسبه لي. طب انت جربتي الكيتو؟ ايوه انا جربته بقالي 20 يوم. طب انت قدرتي تحكمي عليه من 20 يوم؟ ايوه قدرت احكم منه من خلال اول 3 أو 4 ايام. نظام الكيتو زي اي نظام غذائي، كل الحكايه ان انت بدل ما بتخسري مثلا في اي نظام 3 كيلو في النظام ده، مثلا بتخسري 4 أو 5 كيلو في الاسبوع. يعني نسبه خساره الوزن فيه اكبر بكتير من الانظمه العاديه. طب ايه الاطعمه او ايه الحاجات اللي احنا ممكن ناكلها وتكون عباره عن دهون زي ما بتقولي؟ اول حاجه زي الزبده طبعا الغير مملحه. عندك الدهن اللي هو الدهن اللي بيبقى مستخرج من اللحمه. عندك زيت الزيتون، زيت جوز الهند، الافوكادو، عندك بذور اليقطين اللي هي بذور الشمس.
عندك السمنه طبعا الحيوانيه مش نباتيه، الشاي بكل انواعه بس طبعا بدون سكر، والقهوه كمان بدون سكر، زبده فول السوداني طبعا معلقه صغيره لان الفول فيه كربوهيدرات، فتاخدي معلقه صغيره بس عشان الدهون اللي فيها. يعني كل ما هو فيه دهون، والدهون دي تكون حيوانيه مش نباتيه، مسموح ليكي في نظام الكيتو دايت. طيب مش هناكل ايه، او الحاجات اللي احنا مش هناكلها؟ عندك الرز، المكرونه، العيش، الفواكه كلها بكل انواعها، اي حاجه فيها نشويات او كربوهيدرات اللي دايما نقول ناكلها ديت ممنوعه اطلاقا في نظام الكيتو دايت. طيب ايه هو المميزات او السلبيات، وهل انت فعلا هتمشي عليه تاني؟ انا همشي عليه تاني بس بعد رمضان ان شاء الله. المميزات في النظام ده، اول حاجه ان عمليه الهضم عندك بتكون سهله جدا وبسيطه، ما بيكونش عندك انتفاخات في بطنك. تاني حاجه قوه المفاصل والعظم بتاعك بتتحسن جدا، لان احنا بناخد فيها كميه حاجات حيوانيه دي اللي بتساعد على بناء المفاصل والعضلات. وكمان فقدان الوزن بشكل سريع جدا جدا، ودهون فقط. طبعا هننزل ميه في الاول كتير بس بعد كده هننزل دهون، لان النظام ده مخصص لنزول الدهون اللي في الجسم. وكمان مش بتحسي بالجوع خالص، استحاله لما تاخدي حته زبده على بيضه، او حته زبده على مثلا شويه خيار او الحاجات دي، استحاله هتجوع، لان طبيعي الزبده بتاخد فتره كبيره جدا على ما بتتهضم، فبالتالي بتحسسك بالشبع. طبعا في تحسن في البشره والشعر وكده عشان بناخد دهون. اجي بقى للسلبيات. السلبيات بيحصل عندنا نقص في الصوديوم، ونقص في البوتاسيوم، ونقص في المغنيسيوم. طبعا الحاجات دي كلها بتبقى موجوده في العضلات، بتكون موجوده في الدهون، وبتكون موجوده في جسمنا كله، فبتروح مع النظام ده. فعشان كده في النظام ده لازم ناخد ملح كتير في الاكل، يعني لازم ناكل ملح. الانظمه التانية بنقول ممنوع الملح، لان الاكل بيبقى طبيعي فيه اوريدي املاح. النظام ده لازم ناخد ملح وبشكل حلو جدا، مش هنحرم نفسنا منه، ويستحسن انه يكون طبعا ملح منخفض في الصوديوم او مخصص لبتوع الدايت، الملح البحري زي ما بيقولوا. وكمان من سلبياته انك مش بتعرفي تتمرني فيه، التمرين فيه بيكون صعب، ما بتقدريش، يبقى مفيش مجهود رغم ان انت عندك طاقه من الدهون. بس الكربوهيدرات مهمه جدا في موضوع التمارين، انك تشيلي حديد، وانك دمبلز، وانك تعملي تمارين باوزان، دي محتاجه كربوهيدرات تخش لك قبل وكربوهيدرات تخش لك بعد، بحيث ان انت تقدري يكون عندك باور اثناء التمرين. فانا ما عرفتش اتمرن، مفيش عندي هزلان. عيوبه ان بيحصل عندك ارق، مش بتعرفي تنامي، مش عندك اكتئاب، متضايقه، قله النوم دي بتتوترك. عشان كده بينصحوا برضو في النظام ده ان انت تاخدي حبايه من المغنيسيوم قبل ما تنامي عشان تحسن عمليه الاسترخاء والنوم. من عيوبه ان بعد 3 أو 4 ايام، انا بالنسبه لي كان اول يوم ريحه النفس كريهه، في بقي مر، طعم الجوف عندي مر، في مراره، عايزه اشرب كتير جدا كتير، مع ان انا بشرب ميه كتير، لا بعوز اشرب ميه كتير جدا، لان النقص الصوديوم اللي في جسمك، اللي في العضلات وفي جسمك بيروح، فبتحس ان جسمك عايز تعوض له ميه. لازم تشربي ميه كتير جدا جدا. والاسوأ ان بتخشي الحمام كل ربع ساعه، كل 10 دقايق تلجئي انك تخشي الحمام. التقيد بطريقه صعبه، ان انت بتتقيدي بنسبه الفاتس عندك لازم تكون 75%، والبروتين 20، والكربوهيدرات 5. هقعد احسب وبحسب بدقه. طبعا في تطبيقات كتير جدا على سوق بلاي بتعرفك وبتمشي على التطبيق ده. انا بقول لك جربيه، مش مع انا كده انا بقول لك ما تجربوش، لا جربوه. فكره عدم ان انا ما اكلش موز او برتقال او تفاح دي فكره عندي شبه مستحيله بصراحه. هي نسبه السلبيات عندي اكتر من نسبه الايجابيات في النظام ده. فانا هجربه تاني، جربه تاني بعد رمضان، بحيث ان انا اقدر اخس شويه الدهون اللي عندي. بس انا جربته، خسيت فعلا خلال 5 ايام، خسيت 2 كيلو ونص دهون، والباقي كان ميه، هما حوالي 3 كيلو و600. انا هحطلكوا طبعا الصور عندكم على الشاشه. فبالنسبه لي هو بينزل فعلا الوزن، فانا هجربه بس بعد رمضان، لان رمضان طبعا انا عايزه اخد فيه احتياجي كامل من العناصر واليميش والحاجات الحلوه اللي انتوا عارفينها. انا كسما خلصت ميزاني، ووصل لستالي حوالي 7 أو 8 كيلو عن الوزن المثالي، بس طبيعي بينزلوا بشكل صعب جدا جدا. فجربوه وما تقولوش ده كابتن سما قالت ان هو سلبيات اكتر من ايجابيات، ما تجربوش، لا جربوه، كل حاجه جربوها. خلوا جسمكم يشوف كل انواع الانظمه،
تعرفوا تمشوا على نظام ايه. لكن انا كسما بحب نظام المرونه في الاكل، وطبعا هعمل لكم حلقه كبيره جدا عن المرونه وازاي تقدروا تعيشوا حياتكم وتقدروا تكملوا حياتكم طول عمرها بنظام المرونه وجسمكم يبقى رشيق على طول. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى لو الحلقه دي عجبتكم تعملوا لايك للفيديو وشير عشان بنات كتير تشوف الفيديو ده، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عمري في باختصار بسيط باختصار بسيط هناخد مثلا الخيار، هناخد الكوسه،